يحاكموا محاكمه عادله. وزير الدفاع باي صفه يعزل رئيس الجمهوريه؟ الشعب عزله يا دكتور محمد. لا 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 لا, لا. الشعب كان في ميدان التحرير. استنى يا دكتور محمد، ارفعوا قضيه في محكمه العدل الدوليه. يا حاج اشرف اتق الله وفكر في المبدا. قضي الامر الذي فيه تسليات. يا حاج اشرف يا حاج اشرف البكاء على الماء المعلم. يا حاج اشرف هي الايام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته ازمان. يا دكتور محمد، انا بقالي 4 اشهر بدعو الانقلاب عليهم. يا حاج اشرف انا بقول لك كده، بس اسمعني والله العظيم. كون الاخوان وحدوا ضدهم قوى سياسيه واجتماعيه كثيره في مصر، لا شك ان هذا دليل على خيبتهم في الحكم وفشلهم. بس كونك انت اليوم الراجل اللي تحكي بالديمقراطيه تقول لا ضير في اغلاق قناه ولا ضير ان وزير الدفاع يعزل رئيسه، هذا اللي انا احب نسال كله. هل هذه هي؟ انا اللي دعوته الى ذلك، جاي تكلمني دلوقتي؟ كيف؟ كنت وقفني من 4 شهور وخدني بره قول لي عيب. انا بقى لي 4 شهور عندك، انا من محرضين على الانقلاب. طيب اوكي، اليوم حصل الانقلاب اللي انت حرضت عليه. انا من محركين. هذه هي؟ انا اللي دعوته الى ذلك، جاي تكلمني دلوقتي؟ كيف؟ كنت وقفني من 4 شهور وخدني بره قول لي عيب. انا بقى لي 4 شهور عندك، انا من محرضين على الانقلاب. طيب اوكي، اليوم كيف؟ كنت وقفني من 4 شهور وخدني بره قول لي عيب. انا بقى لي 4 شهور عندك، انا من محرضين على الانقلاب. طيب اوكي، اليوم حصل الانقلاب اللي انت حرضت عليه. اللي عمله طبعا والله العظيم ورب الكعبه مش ممكن انت الدكتور محمد الهاشمي. انا محمد الهاشمي هو نفس الشيخ ولا الشيخ من اقصاء نظام الاخوان المسلمين في تونس كان المفروض اكون الليله اول واحد مبسوط واقول انهم قفلوا القناه الثانيه، بس انا عندي مبدا. صلي على رسول. اسمعني، زي ما حزب الله لما استرد القصير. لو انت فاهم ان الاخوان في تونس هيخلوك تترشح مش عاوز يا حاج اشرف. انا معاك قدامي يا حاج اشرف. يا حاج اشرف، لو انت فاهم ان الاخوان هيسمحوا لك انك تروح تترشح من غير دم تبقى غلطان. انا مش عاوز اترشح. خلاص بس حلو يا حاج اشرف، مش عاوز اترشح انا، بس اشرح لك العباره هذه وحدها. انا مستغرب ازاي الرئيس مرسي ازاي طوعته نفسه ودخل البلد في المأزق هذا.
حرت عند السعوديين وشفت في مناقشاتهم أخ أبو وائل، نخرج شوية عن مصر. الحقيقة أنه إن شاء الله سلامة الملك عبد الله سلامة للأمة العربية كلها والإسلامية. الحاجة المهمة اللي ربما ناس ما يعرفوها يا أبو وائل من العرب في كثير من البلدان، لأنه الإشاعات الكبيرة العامة أنه الأنظمة القمعية والدكتاتورية وكذا، الناس ما يعرفوا أن الملك عبد الله بالفعل محبوب من السعوديين. الشعب السعودي العادي بيحب الملك وبيحترمه ويدعو له حقيقة. الناس يمكن ما يظنوا، لأن في بعض الدول والجمهوريات يكرهوا حكامهم، ما يظنوا أنه في حاكم ممكن يكون عنده محبة حقيقية عفوية من ناس ومن شعب. وأداء وزراء بورقيبة وبن علي على الأغلب أفضل من أداء الوزراء هؤلاء. وحتى كان يتكلموا بكل صراحة، ونسأل الشعب التونسي في صيغة سؤال: أنا أكثر حماد جبالي ولا محمد الغنوش آخر وزير أول في عهد بن علي؟ ما عمرنا سمعنا في عهد محمد الغنوشي أنه الكهرباء تقطع والماء صالح للشراب مش موجود. يا زلمة نفكر توم عشان إنك كان تهزنا الشعارات يمين وشمال ويخوفونا بالشعارات والمزايدات. عفو إلا عزة. تحبوا تمنعوا التجمعين؟ غدوة يقع بعد الشر انقلاب عسكري يوروكم الويل تاني.